اهلا بيكم. النهارده الحلقه مش عن اتنين متجوزين واختلفوا، النهارده الحلقه عن دولتين بينهم تاريخ وصراع ومصالح قلبت كل الموازين. زياره اردوغان مصر في 2026 مش مجرد زياره بروتوكوليه، دي شهاده وفاه لمرحله كامله من المراهقه السياسيه واعلان انتصار لنفس مصر الطويل. الدنيا اتقلبت لدرجه ان اللي حلف 100 مره انه مش هيسلم جه لحد عندنا ومعاه هديه كمان. لما نيجي نرجع كده بالزمن شوية لورا عشان نعرف حجم التحول اللي حصل، أردوغان اللي بيظن النهاردة هو نفسه اللي قال في يوليو 2014 لما وصف الرئيس السيسي بالطاغية، وفي مارس 2015 صرح بكل ثقة إنه لن يجلس على طاولة واحدة مع السيسي، وفي نوفمبر 2016 وصفه بالخائن، وكمان في فبراير 2019 أقسم إنه لن يلتقي نهائيا بأشخاص مثل السيسي. أردوغان ده هو اللي فتح بلاده لجماعة الإخوان وسخر آلاته الإعلامية والاستخباراتية عشان يضرب استقرار الدولة المصرية. السؤال هنا من منظورنا الاقتصادي والسياسي، ليه كل ده اتهد؟ وليه أردوغان قرر يبلع تصريحاته دي شوية مية؟ النهارده يا عزيزي عايزين نتكلم عن لعبة المصالح. السياسة في أبسط تعريفاتها هي لعبة مصلحة. أردوغان اكتشف إن الرهان على الميليشيات والجماعات الإرهابية استثمار خسران. جاب لبلاده إيه؟ جاب لبلاده عزلة اقتصادية وسياسية في المنطقة. في المقابل مصر أدارت المعركة السياسية بالنفس الطويل، مبدأ النفس الطويل. السيسي أثبت إنه رجل دولة من العيار التقيل، قلب كل الترابيزات لصالحه وانتصر على خصومه من غير ما يعمل أي دوشة، من غير ضجيج. مصر ما كانتش بتتفاوض من موقف ضعف، مصر كانت بتصمد وبتبني قوتها العسكرية والاقتصادية لحد ما خلت الخصم يجي لحد عندها ويقول النبي تقبل مني العربية الهدية الحلوة دي، وحياتك محد زيها غيرك يا غالي يا ابن الغالية. طيب مصر استفادت ايه؟ احنا كمصريين استفدنا ايه من الصلح ده؟ والزيارة دي أثرت علينا بإيه؟ غاز المتوسط، ترسيم الحدود، والتعاون في ملف الغاز، يعني مليارات الدولارات، وتأمين لمصادر الطاقة كمان. طيب ايه كمان؟ الاستثمارات التركية، تركيا دولة صناعية كبيرة، وعودة العلاقات معناها تدفق استثماري ومصانع وفرص عمل لشبابنا ولولادنا. طيب ايه كمان؟ الملف الليبي والسوري، لما نيجي ننسق مع تركيا التنسيق ده بيقفل ثغرات أمنية كانت بتهدد حدودنا، والاتفاق بيوفر ملايين كانت بتتصرف في تأمين صراعات مفتوحة ما كانش لها أي لازمة. السياحة والتجارة، كمان فتحنا أسواق جديدة، وكمان في زيادة التبادل التجاري، كده بيقوي الجنيه المصري وكمان بنربح أو بنكسب في السوق. الخلاصة، أهلا بأردوغان في القاهرة، أهلا بيه عشان يتعلم الفرق بين إدارة الدول وإدارة المشاريع، يتعلم إن مصر دولة صاحبة تاريخ عظيم في الصمود، دولة ما بتتكسرش ولا بتتفور من موقف الضعف. رسالتي ليكم في ختام حلقتنا النهاردة في السياسة زي الجواز والطلاق اللي اتكلمنا عنهم ولسه هنتكلم عنهم أكتر، مفيش فيه عداوة دايمة ولا حب دايم، في احترام للمصالح وقوة بتجبر الكل إن هو يحترمك. مصر انتصرت بالصبر، والنهاردة احنا بنجني ثمار الثبات. كل سنة وانتم طيبين، احنا داخلين على رمضان، ويا رب مصر دايما تكون قوية ومنتصرة. واستنوني في حلقتنا وبرنامجي الرمضاني هيعجبكم جدا. كانت معكم أشقناء توفيق في الدنيا مقلوبة، ويا رب دنيتنا دايما تكون مقلوبة لكن بالخير. باي باي.